معانا. مين معانا؟ مين معانا؟ عايزين مصر كلها معانا. عايزين مصر كلها معانا. واقفة في المترو ومعاها عيلين، وفي ايديها شنطة، انما يعني شنطة، وقبلها المسكينة كانت واقفة برضو على المحطة. هو قاعد اللي ما فكر يشيل الشنطة عنها ولا يعتبر المكان ده ربنا رزقه انه يقعد فيه عشانها. هو اصلا في حاجات كتيرة حلوة عن الرجولة جت في باله اللحظة دي وهو عامل مش عارفها، واللي واقفة قصاده شايلة قرر انه ديليت ويعمل مش شايفها كات ونبدأ لقطة تانية. ونبدأ لقطة تانية. الطابور طويل وهي واقفة يمكن ليها ساعة، كل حد بيمشي تفرح، هي كل طلبها امضى من موظف على البتاعة. فجأة كده درج الموظف اتفتح واتقفل، حد صبح بس قال له باشا وصباحك عسل. هو ما وقفش الطابور، هو داخل من الشمال، داخله في غايه الشجاعه، وفجاه ورقه فوق ورقها بقى بيخلص قبلها، وهو جاي شمال وواصل بعدها. هي فله عسل، لا فتحت بقها ولا عملت الا انها قبلت تستعمى نفسها وتتخرس عن حقها كات. وننقل لقطه انقح منها. ما تقيسوش بالمتر عرضه من الشمال لليمين، من ضخامته تفكر انه كان عيال صغيرين. باب ما شفتش حد قده، جنبه واحد قد جده، فجأة طالبه معاه يهته. العبيط واقف بيستعرض ضخامته وخدته على راجل كبير. راجل لما كان بصحته في شبابه كان صاحبنا ساعتها عيل لسه وبيعمل دواير على السرير. انه بادئ السكوت اصبح جماعي، حاجة تقرف وصفها ملوش داعي. كله خايف انه يبدي اعتراضه على الدولاب. احنا حتى عدلنا صوتنا، حتى مش عارفين نهوهو زينا زي احنا ما بنتلمش الا في حاله واحده، الانسحاب، او لما يلحقنا الخراب. بعتذر لك يا رجوله ووشي منك في التراب. وكات وعلى لقطه كمان، لقطه جوه الميكروباص بس كلها دخان، تثبت ان الفيلم باظ وصاحب الحق جبان، واللي بيته من ازاز يحدف الناس بالحيطان. هو ولع السيجاره وهم قاعدين مخنوقين، اللي قدامه وراه واللي قاعد على الشمال واللي قاعد على اليمين. اللي ما سمعنا لكم كحه، انتوا ايه متكيفين؟ اصل مبدأهم معاه يلي في ميكروباص قاعدين يكفيكم شر الجايين. لو بصراحه مؤدبين، ناس لطاف ومنظمين، اصل ليهم يعني منطق في انهم يبقوا ساكتين. كات وعلى اللقطه اللي جايه، دي اللي بتدمع عينيا. كات وعلى اللقطه اللي جايه ودي اللي بتدمع عينيا. عيله ما اتعلمتش المشي لسه، واخده طلقه في راسها، نايمه وبالعلم متلحفه، واسرائيل كالعاده سافله، وكل يوم تفه وقفه. واللي راجل مات شهيد او في معتقل اختفى او على ارضه اتنفى، يحرموه من نور ومن مركب وجايله عليه معونه. بلطجيه ثبتونا في قلب بيتنا وقلعونا، واللي ما وصلوش لبيتهم وصلوا الاقامه في شاشتهم، وعلى المواقع اللي ناسها خلع راسها دخلونا وفرجونا، واحنا قدام الحاجات دي نبيع ابونا. واحنا مات ادم ابونا فبعنا اخونا وبعنا روحنا لما عرفوا يمسخونا. واللي راح يشد بطنه شدوا وطنه، واللي بتظبط مناخيرها هم عرفوا خلاص اخرها، بقت معاهم ومنها انضاروا كمان على اخت غيرها. مين ناوي ينفخ شفايفه ويعمل انه ما خدش باله من اللي حاصل ده ولا من الاصل شايفه؟ على العموم الفيلم لسه مستمر وانت حر. لو تحب انك تغير في النهايه قول لسلبيتك كفايه، انت جبتيني ورايا. لو كمان اخدتي عيني على الجثث والعدو في قلب ارض اخواتي بيدوس الضحايا، وعلى المزز وعلى عرايا، انت حليتي الحرام في عينيا، بررتي دمايا، انت امركتيني صهينتيني عن حقي وخليتيني في ضعف الولايه، انت شيصتيني شتتيني مزعتيني قسمتيني جوه مني يجري كام ولايه، انت خليتيني عرة انتصاراتك عليا ليها مده مستمره، انت ما كنتيش ناويه تتعبي معايا وامشي بره، انت امراني بسوقي بس مش دلاني فوقي، انت مش ستي انا سيدي، رب وبياخد بايدي ويسامحني لما بيشوف اني ناوي بس اتوب عن الخطايا. هو ده اللي سكته للعزه رايحه مش الاهانه، هو ده اللي الواجهه اقول الحق بضمير وبامانه، سكته اللي ماشيها مسنود بيه وفوقه مفيش مكانه. احنا هنقول على الغلط لا من النهارده. مين معانا؟ شكرا.